النهاردة إن شاء الله معانا فيديو سريع للبيتزا البيتي، حاجة طعم خرافي وروعة. مش هتبطلوا تعملوها في البيت. يلا بينا نخش بقى على طريقة العجينة بتاعتنا والتفاصيل بتاعتنا بتاعت الحشوات بتاعت البيتزا. معانا كيلو دقيق، معلقتين خميرة فورية، معلقة سكر، معلقة ملح، زيت زيتون، ورشة زعتر بسيطة. وعجناهم، وبعد ما خمرت معانا قطعناها بالطريقة ديت، ونسيبها تريح برضو شوية، ونديها حتة قماشة موجودة عندنا نحطها تريح معانا برضو بعد ما قطعناها ربع ساعة. بعد كده نفردها في الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت، ونحشيها بالجبن اللي موجودة عندنا. معانا جبنة موتزاريلا ومعاها جبنة رومي، ونرولها من الجناب بتاعتها بالطريقة اللي انتوا زي ما انتوا شايفينها كده. طريقة ان شاء الله هتبقى سهلة وبسيطة وهتعجبكم قوي. مش هتفكر ان انت تشتري بيتزا من بره تاني. موفرة وسهلة ومش هتاخد وقت معانا كتير. انا جريت الفيديو بصراحة عشان الوقت اللي التجهيز هو اللي بياخد معانا وقت، انما هي كبيتزا خرافة ومش هتبطلوا تعملوها. بعد ما قفلناها نخرمها بالطريقة ديت عشان ما ترفعش معانا. بعد كده ننزل بالصلصة بتاعتنا، نعمل عصير طماطم ومعلقتين صلصة، ونحط عليها ملح وفلفل اسمر وزعتر وبابريكا. نعملها بزيت الزيتون ونوزعها بالطريقة ديت زي ما احنا شايفين في كل جناب العجينة. وننزل رشة ميكس جبن في الأرضية عشان تمسك معانا الحشوات اللي احنا هننزل بيها دلوقتي. معانا لحمة مفرومة بعد ما عصجناها، توم وبصل وملح وفلفل أسمر، اللي حابب يزود بهارات برضو وحابب زي ما هو عاوز. ومعانا برضو صدق عملناه بنفس الطريقة ونفس البهارات. ومعانا شوية مخلل كده، بيبي كاروت، خيار مخلل، زيتون، فلفل. نوزعهم بالطريقة زي ما انتوا شايفين. ومعانا الجنب التالت اللي هو ميكس خضروات، ميكس ألوان الفلفل وطماطم. ومعانا الميكس الجبن الجزء الرابع بتاعنا، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، جبنة كيري، جبنة مثلثات المتاح برضو. وزعناهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وفوق غطيناها بالخضار ونخش بيها على الفرن شوية تاخد وش. وبقية الصلصة اللي موجودة معانا هننزل بيها بالطريقة ديت، ونوزع بقية الجبن اللي معانا على الوش بتاعتنا، على الوش بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. حاجة هتبهركم بصراحة، حاجة جميلة. نخش بيها على الفرن 10 دقايق تاخد الوش، وزي ما انتوا شايفين نتيجة تحفة وتفاصيل جميلة. حاجة ما اقولكمش، بصوا التفاصيل بتاعتها. اهم حاجة بقى معايا النهاردة ان شاء الله تكونوا عجبتكم الطريقة، وما تنسوش المتابعة واللايك والشير. ونشوفكم في فيديو جديد وطريقة جديدة من مطبخ مورجان. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة.